السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله قلت اعمل كشري مصري زي ما انتم شايفين كده. اكلة جميلة والكل بيحبها. انا بقالي زمان ما عملتش فيديو، فقلت اطلع واعمل فيديو كده. انتوا وحشونا قوي بجد. معايا هنا مكرونة سباجيتي زي ما انتم شايفين مقطعة قطع كده يعني 3. ومعايا هنا كام قرن كده من الشطة، ومعايا ليمون، ومعايا توم، ومعايا بصل، وجايبة مكرونة وزي ما انتم شايفين صغيرة، لأن الكشري عايز المكرونة الصغيرة الرفيعة. وجايبة العدس. ما كانش بصراحة، نسيت خالص ان انا اجيب اللي هو الحمص. مش اشكال، قلت يلا نعمل الكشري من غير الحمص. حطيت المية تغلي وسقطت فيها، حطيت لها معلقة زيت ومعلقة كبيرة من الملح، وحطيت المكرونة مع بعض. حطيت الاسباجيتا قطعتها قطع صغيرة او على حسب ما انت بتحبي، بس هو بيبقى كده. وممكن كمان تعمليها على 4 عشان تبقى احسن كمان. معايا هنا الفلفل، طبعا زي ما انت بتحبي بقى، الحراق يعني قطعتها قطع وحطيتها في الكبة وطحنتها زي ما انتم شايفين. دي بقى الشطة اللي انا هعملها، الدقة بتاعت الشطة بتاعت المكرونة اللي هو الكشري. اه قلت بدل ما ادقها بالمداء اعملها في المطحنة، بتبقى ايه ناعمة وحلوة. ونفس ما كنت عاملة الشطة حطيت فيها التوم، ما غسلتهاش، هي بتديلها طعم كمان معاها. اهو فرمت التوم خليته ناعم جدا. دي الدقة بقى بتاعت ايه التانية، دي الشطة ديت الدقة بتاعت الكشري. ما شاء الله، دقة في منتهى الجمال. المكرونة بقلبها زي ما انتم شايفين كده استوت معايا جميلة. زي ما انتم شايفين كل حاجة سهلة وبسيطة ومش متعبة. اهي فرمت التوم، ومعايا هنا كزبرة، ومعايا فلفل، ومعايا كمون وملح. جبت بقى ايه شوية مية. دي الاول عصرت الليمون. مية هي يا جماعة، حطيت شوية دقة وشوية مية، يعني نص كوباية مية كده. وعصرت ليمونة وحطيت. وانا اول حاجة حطيتها كان الخل، معلقة كبيرة من الخل. يبقى حطينا خل وحطيت ليمون وشوية مية. وحطيت طبعا التومة مفرومة خالص، وحطيت وياها الملح والفلفل كله في المطحنة ورا بعض. شايفين بعصر التوم الليمون. معلش بقى ملخبطة شوية النهاردة انما الكشري كان طعمه زي العسل. اه كزبرة فلفل وكمون. قلبته كله، ما يهمكوش هو هيطلع فوق الوش كده شوية وبعد كده بيرسي تحت. اهو طعمه في منتهى الجمال بجد، والله احلى من اللي انت بتشتري من بره. العدس غسلته وحطيت شوية من المية وقمت حطاه على البوتاجاز يستوى، بس بحاول ان انا ما اسويهوش قوي. وحطيت له شوية ملح، يعني معلقة صغيرة كده. وهنا قطعت البصل، ومعايا هنا معلقتين 3 من النشا، ومعايا الشعرية. شوفوا بقى بجيب البصل عاملاه جناحة زي ما انتوا شايفين رقيقة كده، ما خدش مني وقت في التقطيع بصراحة. بجيب البصلة اشقها
كام شقة كده رقيقة، وبعد كده بقطعها بالجنب، بتطلع معايا شرايح في ثواني، وانا ماسكاها في ايدي مش غير القطاعة اهو. بقلب بقى النشا كله مع بعضه كده. بصراحة النشا جميل قوي في البصل، منها بتخلي البصلة ناشفة وبتقرمش، ومنها ما تخليهاش تشرب زيت. لازم نقلبها كويس اهو، عشان تشرب النشا كويس اهو. انا عايزاكم يا جماعة تفعلوا تخلي القناة تكبر بيكم يعني. اللي ما اشتركش في القناة يشترك، واعملوا لايك كتير، وشاهدوا القناة بتاعتي. اللي ما شافش القناة واول مرة بيشوفها، بقول له اشترك في القناة وفعل الجرس، وان شاء الله هبدأ ارجع اعمل فيديوهات كل يوم بإذن الله، وتتابعوا معايا بقى ايه. حطيت الزيت سخن معايا اهو، واحط شوية بشوية يعني. بس لازم البصل يشرب النشا كويس، عشان ما ينزلش في الزيت ويعمل لون ابيض اه. حبة صغيرين بحبة صغيرة، عشان بحيث ان انت تقدري تقلبيه ويطلع معاكي مقرمش، ويبقى طعمه حلو قوي. بصراحة وحشتوني بجد، انا بقالي فترة ما عملتش فيديوهات. ببقى مبسوطة اما ببقى معاكم. يا ريت اللي اول مرة يشوفوني يتابعوني، وان شاء الله يشوفوا مني آه، الشغل ان شاء الله اللي انا هعمله، اللي انتوا عايزينه. اي حاجة انت عايزاها اكتبيلي، وانا ان شاء الله هعملها. وان شاء الله برضك هعمل ماسكات يعني. الماسكات اللي انا بعملها بتبقى جميلة جدا ومفيدة للبشرة، وبتبقى طبيعية ومش مكلفة معانا خالص. وان شاء الله هحاول اعمل لكم فيديو وانزله باذن الله على طول. انا بحاول زي ما انتم شايفين ابعد البصل عن بعضها كده، عشان ايه؟ تتحمر من الجوانب، ما تبقاش طرية معايا. بشيل بقى اللي اتحمر، بحط غيره. وطبعا الزيت زي ما انتم عارفين شايفين اهو، وبيبقى مقرمش بقى وجميل جدا. كنت بحاول ان انا اوريكم بايدي كده، بس طبعا انا صورت، وبعد كده بقى ايه بسجل وياكم. ما شاء الله طعمه رهيب، جميل 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 اه. زي ما قلت لكم بحاول امسك ايا كان بقى في ايدي معلقة، اي حاجة، وبحاول ان انا ابعدها عن بعضها كده، عشان ايه؟ تتحمر من الجوانب كلها اهو، تبقى مفرفطة معنا كده في ايد. اكلة جميلة كل بيحبها، تفتح النفس يعني. شوف بقى الزيت، هاخد بس ايه بالراحة خالص كده، واحاول انا اصفي عشان اعمل ايه. هحط الشعرية، حطيت الشعرية عشان اعمل رز بشعرية. وخلي بالكم انا سويت اللهم صل على النبي، العدس، بس سبته يعني ايه، سويته يعني ناقصه حاجة بسيطة كده ويستوى قوي، عشان ما يتهرس معانا. علشان انا صفيته عشان هحطه فوق الرز مع بعضه، يبقى الشعرية مع الرز مع ايه، مع العدس. حمرت الشعرية وبقوم حاطة بقى المية، وما تغلي اسقط الرز اهو. اوريكم ان هي اتحمرت كده خلاص.
وبنفس الزيت بتاع البصل، بيديله طعم جميل قوي بجد. طبعا اللي انتوا شايفينه اللي هو عاطي اللون الابيض بسيط ده، ده مطرح ايه البصل اللي معمول بالنشا، يعني مطرح النشا، مفيش فيه اي مشكلة يعني. حطيت المية، القعد بقى ايه بتاع الرز، وحطيت له الملح، واول ما المية بتغلي بقوم حاطه الرز، كنت غسلاه ومصفياه ومجهزاه جنبي. زي ما انا قلت لكم كده، نغسل الرز ونجهزه جنبنا ونسيبه في المية بس قيمة ايه دقيقتين كده ونصفيه. وطبعا مجهزين العدس زي ما انا قلت لكم، نسويه، نحط له الملح ونسيب فيه حاجة بسيطة سيكة كده يعني. قلبت الرز مع الشعرية، وجبت بقى العدس الجميل العسل ده اللي هو زيكم. شفتوا بقى يا حلوين؟ ماسكة نفسها. ليه بقى؟ علشان لما تيجي تستوى تخش في السوية مع الرز تبقى ايه سوياها مظبوط، وما تبقاش مهرية معانا. يا جماله بقى وهو مع بعضه كده، الرز بالعدس بالشعرية مفيش بعد كده بصراحة. هنا بقى هنعمل التسبيكة اهي. حطينا التوم مقطعينه فرمينه زي ما انت تحبي، بردك في نفس الزيت، يعني مش هنرمي حاجة. الزيت اللي احنا عملنا بيه البصل بيشارك في كل الطبخة. اه، نقلبه، نحمر التومة كويس، ونحط الطماطم. انا بقى عندي تسبيكة يا جماعة، كل ما اجيب طماطم والاقيها زيادة عندي بقوم مثلا الاقيها حمرا ومستوية، بقوم اسبكها بحالها كده زي ما انا قلت لكم قبل كده، وبقوم جاية واما تبرد اضربها في الخلاط واحط شوية زيت صغيرين واقوم حطاها واحطها في الفريزر. انا جبتها من الفريزر بصراحة، يعني نسيت خالص ان انا اطلعها من بدري، فقمت حاطة على طول، جبت الكيس فتحته وحطيت التسبيك على طول، كانت لسه ماسكة يعني. التومة بقى ايه نحمرها كويس، ريحتها كانت جميلة بصراحة. انا على طول بعملها من غير توم، فقلت اجرب، شفت ناس بيعملوها على اليوتيوب فقلت اجربها، ولقيتها حلوة جدا برضك، عاطية طعم وريحة مفيش بعد كده اهو. شفتوا قالب. فتحت الكيس وقمت حاطة التسبيكة على طول، بس شلت منها حتة كده لانها كانت كتير. دي بقى الشطة، قرون الشطة اللي انا ايه عملتها في الكب، طحنتها خالص وزودت عليها شطة حمرا من عندي. طبعا حطيت شوية زيت، او لو عندك زيت بقية البصل حط شوية منهم بيديله طعم رهيب جدا. بقعد اقلب شوية كده. دي الدقة بقى ايه اللي هي الشطة دي بصراحة بتبقى رهيبة اهي. شوية شطة حمر قمت انا حطاها، الشطة اللي هي الناشفة بقى بزود عليها، يعني اصل احنا بنحبها حراقة اوي شوية، تبقى جميلة اوي اوي يعني. بفضل اقلب، وبجيب شوية من الدقة اللي انا عاملاها بالليمون والخل والثوم وكزبرة، بفكركم بس بقى بالطريقة اللي انا عملتها.
والفلفل. اه بفضل اقلبها كده، وزودت عليها معلقتين من التسبيك. انا خلصت التسبيكه وشلتها، وقمت حاطه بقى اعمل. قلت خلاص، بس الشطه بتاعتنا بقى، الدقه بتاعتها تبقى رهيبه. شايفين الجمال؟ جربوا بس الطريقه اللي انا بقول لكم عليها، وان شاء الله هتعجبكم ان شاء الله. شايفين؟ عسل. كده خلصت بقى الدقه اللي هي الشطه دي، تبقى رهيبه بصراحه. طبعا الكل بيحب الشطه في قلب الكشري. اهو انا جهزت كل حاجه وحطيت الرز. وهنا بقى البصل، زي ما انتم شايفين المقرمش بقى الحلو مسكر، انا بدوقه بس كده طعمه مفيش بعد كده. ودي معاه بقى الشطه، شايفين اللون، شايفين الشكل، الطعم بقى رهيب. شايفين الدقه التانية اهي. ده بقى حطيت بقى معلقتين من الرز كده اول حاجه في الطبق، ومعايا التسبيكه اهي، الله عليها، عاملاها بالثوم والريحه بقى، وحطيت فيها شويه كمون وفلفل وملح. شايفين بقى، بقوم جايبه شويه مكرونه. صدقوني انا لما سلقت المكرونه عارفه ان الاتنين هيستووا مع بعض، لان دي صغيره ودي رفيعه. لو انت خايفه ان المكرونه دي مش هتتسوى مع دي، خلي كل واحده لوحدها. بس عامه انا عملتها طلعت سوي واحد، جميله جدا، يعني عشان ما تاخدش وقت وتبقى سهله معاكي. انا جهزت كده بقى الرز اللي هو جاهز معاه الشعريه والعدس. بصراحة طبق جميل جدا، جربوا بس كده اللي انا عملته ده، وان شاء الله هيعجبكم. طبعا بقى بحط بقى التسبيكة كده اللي اهو، طعمها وريحتها كانت قلب الشقة، جميلة. بجيب بقى شوية الدقة بالليمون والكمون والخل والثوم، عاملة خطوة خطوة قدامكم. طبعا الشطة بقى طبعا ما انت حاطة، يعني حط كتير حط قليل، بس هي المعلقة كفاية قوي، لان هي فعلا سبايسي قوي. اهو نحط بقى البصل. ايه الجمال ده احنا مش بنعمل كشري، بنعمل تورتايه. ايه ده جاتو يا جماعة. حاجة يعني تفتح النفس. شايفين؟ اهو بحاول ان انا يعني من جماله ان انا اوريكم من كل الجوانب، مش عارفة اقول لكم ده الكشري. لا تقولي بره ولا اي حاجة، اعملي في بيتك الكمية اللي انت عايزاها. انا كلت منه كتير بصراحة، طعمه رهيب جدا. ما تنسوش الاشتراك يا جماعة في القناة، ولو اول مرة تشوفي قناتي اشتركي فيها وفعلي الجرس ولايك وتابعني، وان شاء الله مش هتندمي، هتلاقي اي حاجة انت عايزاها ان شاء الله هتلاقيها في قناتي بإذن الله.